بطلنا النهارده اسم نور على اسمي، واكيد هتحبوا بطل الحدوته بتاع النهارده زي ما بتحبوني. نور كان نفسه يكون مغامر قد الدنيا، ولكن اهله بيموتوا وبيسيبوه لوحده في الغابه. وزي ما احنا متعودين، لو انت اول مره بتتفرج عليا اعمل اشتراك للقناه وفعل زر الجرس، وما تنساش اللايك الجميل بتاعك. ويلا بينا نبدا الحدوته. ووسط ما نور كان بيجمع بيانات ليه، فجاه سمع صوت واحده ست بتقول حد يساعدني، وبيهجم عليها سور عملاق وما بتكونش عارفه تتصرف، ومعاها كمان 3 من الجنود. عشان نعرف مين نور ده نرجع ل 15 سنة ورا كده. نور ده كان عايش في بيت لوحده مع أمه، وأمه كانت مريضة حبتين، وكان هو اللي بيهتم بالمعيز والخرفان. وبيقول لأمه النهاردة هروح اصطاد لك أرنب عنب علشان أعمل لك أحلى شوربة، لأنها كانت تعبانة جدا. وفعلا بيعمل لها الشوربة وبيصحي أمه علشان تشربها، وبيقول لها قومي يا ست الكل علشان عملت لك أحلى شوربة في الدنيا. وبيتخض عليها وبيلاقيها الله يرحمها، والحياة بتسود قدامه لانه كده بيكون فقد ابوه وامه، وبيفتكر ازاي هيواجه الحياه لوحده وهو عايش كده، وبقى عايش بس هو والكام فرخه اللي معاه. وابتدى يصطاد السمك ويصطاد كمان الارانب، وبيشيل الخشب علشان يتدفى. وفي يوم وهو رايح يجيب الكتاب من فوق الدولاب، للاسف وقع في الارض، بس قام من تاني وفتح الكتاب وابتدى يقرا القصه اللي كان بيحكيها له ابوه زمان. وبيقول له ان كان في شخص هو وصاحبه قتلوا تنين عملاق جدا، وصاحبه ده كان متعلم السحر من سحر مخضرم حبتين. ومش بس كده، ده صاحبه كسر لعنه كانت على غابه كبيره، وابتدى يواجه حاكم المدينه. وابتدى يفكر نور ازاي هيواجه حياته مهما كانت بدون ابوه وامه، وهيصبح مغامر. وكل يوم كان بيجمع ورد ويحطهم عند قبر ابوه وامه، وبيتمشى في الغابه وبيعدي سور سحري، وبيسمع اصوات وحوش وبيستغرب. وتاني يوم الصبح بيستكشف المدينه، بيلاقيها مدينه تجنن، وبيدخل من بوابه المدينه وبيلاقي فيها ناس كتيره جدا، وناس بتبيع خضار وناس بتبيع فاكهه. وبيروح مكان هناك وبيسألهم انا عايز ابقى مغامر، فبيقولوا له امشي انت عيل لسه صغير. فبيقول لهم لا، الحراس اللي على البوابه قالوا لي ان اقدر ابقى مغامر من السن ده. والسكرتير بيقول له مش عايزين نقلق اهلك عليك. ونور بيقول له ما تخافش عليا، انا ابويا ميت وامي ميته. فبيقول له يعني يتيم ما باليد حيله. طيب بص يا ابني، انت علشان تبقى مغامر لازم تكتسب المهارات قبل ما تكون مغامر اصلا، زي السحر والسيوف والشفا وحاجات كتيره، ولازم تروح مدرسه تتعلم فيها. وفعلا نور ما بيستناش، وبيبقى عايز يروح يتعلم ده كله عشان يهزم التنين اللي فاكره في القصه لما كان بيحكيها له ابوه. ولما نور بيروح المدرسه بيشوف اولاد زيه كتير بيتدربوا، وبيلاقي سيوفهم بتطلع نور واللي بيطلع نار، وبيتشجع قوي. وبعد شهرين من مدرسه السيافه بيقولوا له خلاص يا نور ما تحاولش تاني، مفيش فايده معاك، انت مفيش مهاره اكتسبتها ولا صفك تطلع حاجه من اصله، وممكن تشوف مدرسه تانية. وبيروح نور على مكان تاني وبيشد اثقال، وبعد كام شهر بيقولوا له حظ سعيد المره القادمه، وبييأس خالص وبيروح لمجال تاني زي خفة اليد مثلا، وما بينفعش. والسحر بيقول له انت مالكش في السحر. حتى الكاهن بيقول له قدرتك على الشفا ضعيفة جدا، 3 شهور في كل مدرسة وما بينفعش، وما بيقدروش يسجلوا اسمه هناك. وبيرجع مزرعته والقبر ابوه وامه من تاني، وبيقدم لهم الزهور، وبيقرر انه مش هيستسلم برضه. وابتدى نور يجيب خشبة ويعملها سيف زي ما كانوا بيعلموه في مدرسة السيافة. وبعد 3 سنين نور قدر يتعلم ان هو ازاي يتفادى من سيف مرة واحدة، لحد ما من قوته سيفه بيتكسر. وبعد 10 سنين بقى أقوى من كل اللي في سنه، وبقى يتصدى كل السيوف اللي عنده. وبيروح نور وبيقول دي محاولتي الأخيرة، أنا هقدم كل مهاراتي. وبتكون هناك في سكرتيرة جديدة، وبيروح لها وبيقدم لها كل المهارات اللي عنده. فبتقول له أنا مكسوفة إن أقول لك إن أنت غير مقبول. وبتكون دي السكرتيرة الجديدة، وبيرجع السكرتير القديم بيقول له إيه ده، هو أنت إيه اللي جابك هنا؟ فبيقول له أنا نور، أنت مش فاكرني؟ والسكرتير القديم بيقول له زي ما إحنا عارفين يا نور ان الرتب من اس لحد اي، وانت حتى مش محصل اي، ولكن في مرحله اف اللي هي خارج التصنيف اصلا. ونور بيقول له خلاص سجلني في الفئه اف. فبيقول له لا، لازم عشان سجلك في الفئه اف تكون جامع شويه مهارات كتيره، وبيديله لسته بالمهارات. وفعلا نور بيروح يجمع مهارات من كل حته، ووسط ما هو بيجمع شغله بيسمع صوت واحده بتقول حد يساعدني. ولما بيجري عليها بيلاقي طور عملاق كبير جدا، وبيقول انا ما شفتش السور ده قبل كده غير في الاساطير
السعير او في الجحيم كمان. والبت بيكون معاها 3 حراس ما بيقدروش على ستور حتى، وستور بيقتلهم كلهم وبيتبقى البنت، لحد ما نور بياخد صخرة يضعف بيها ستور وبيحاول يراوغه ويبعده عن البنت، ولكن التور بيهجم على نور وبيكسر له سيفه. ونور بيكون خايف على البنت جدا وبيقول نور حتى لو انا مت اكون ميت وانا بدافع عن حد. ولكن نور لما بيلاقي التور رايح للبنت يموتها بيروح علشان ينقذها بسرعة، وبيكون سيفه اتكسر خالص وما بيقدرش يهاجم الا باخر قطعة بالسيف، لحد ما بيقضي على الطور وبيقطع راسه. والبنت بتتصدم من قوة نور جدا وبتشكره وبتقول له ممكن نتعرف، ونور بيقول لها انا عندي شغل ولازم امشي، وبيسيبها فعلا وبيمشي بسرعة. وطبعا رجالة المدينة بتبتدي تشيل السور العملاق وكمان الجثث اللي كانت ضحية بسببه، ولين بتكون متضايقة قوي من اللي حصل. وبنعرف ان لين كانت رايحة في طريقها لطقوس وراثة العرش، وبتيجي حارسة وبتجري عليها اسمها انيس وبتتأسف لها انها ما كانتش معاها. وبيجي جند تاني بيقول لها يا لين في حاجة حصلت لك ولا انت كويسة؟ ولين بتقول له انا كويسة، فبيقول لها ابوكي عايزك في القلعة هناك فلازم اخدك لحد عنده. اما الحاكم بيعرف ان كل اللي حصل ده بفعل فاعل، ومش بس كده بيلاقوا دليل للشخص اللي حاطط السور ده في المدينة. والحارس بيقول له احنا لقينا خاتم واقع في الحادثة وبندور على اللي عملها. ومش بس كده خلينا الساحر هوكين يعمل شوية الاجراءات بتاعته نعرف مين صاحب الحجر اللي في الخاتم ده. وبيستغرب جدا ان الخاتم ده لحد عظيم جدا حتى الاغنياء ما يعرفوش يلبسوه اصلا ولا حتى يشتروه. ولما هوكين الساحر قرا التعويذه اللي على الحجر اللي في الخاتم لقى فيها ان الحجر ده يرجع لامبراطور ديدرياس السحريه، ودي مدينه كبيره قوي مبنيه كلها على السحر، وكلهم بيفتكروا ان ده فخ للاميره لين، وكمان عايزين يتخلصوا من الادله دي. وبسبب الخاتم ده يا باشا هنشن حرب على الجميع. وبتكون عيله لين ثروتها عظيمه جدا من الالماس وكل البلاد طمعانه فيها. وفي القلعه هناك بيعرفوا ان اللي انقذ لين بسيف واحد وكمان سيف مش حاد، والعمليه حصلت في ثواني واختفى بسرعه. وبيستغربوا مين الراجل العظيم اللي عمل ده كله. وبيرجع نور مكانه وبيلاقي السكرتير عارف انه قابل الوحش، وبيقول له الناس كلها كانت بتراقبك، انت رحت لحد هناك، هل انت قابلت الوحش ولا لا؟ فنور بيهرب من الكلام وبيقول له طبعا لا، وحش ايه اللي انا قابله، انا ما اقدرش عليه. فالسكرتير بيقول له امال ايه اللي في خلقتك ده؟ فقال له يا باشا ده من بواقي شغلي في المجاري. والسكرتير بيقول له طيب احسب، اصل اللي يواجه السور ده عايز حد يكون عنده قوه في رتبه ايه مثلا ويكون قوي جدا، ده انا حتى ما كنتش هقدر اقف قدامه دقيقه، مش انت يا درجه اف. وبيستهزأ بنور وبيحاول نور يستهبل في الكلام ويعمل انه مش عارف حاجه، وبيحاول يستدرج السكرتير ويقول له وايه اللي حصل؟ والسكرتير بيقول له بس يا سيدي، وهما بيدوروا على اللي قتل التور ده وعايزينه عشان هيحصل على جايزه كبيره جدا. وما بيخلص كلامه نور مع السكرتير وبتوصل ست كل اللي بيكون تخصصها السحر والتخفي. ولما لين بتلاقي الناس كلها مركزه معاهم فبتقول له يلا يا نور نطلع بره نتكلم، وانا هعمل زي هاله كده محدش يشوفنا ولا يسمعنا لحد ما نوصل لمكان امن ونبتدي نتكلم فيه. وبيروح نور مع لين لمكان امن يتكلموا فيه، وبتشكره لين جدا انه انقذ حياتها وحياه الناس اللي في المدينه كمان، وعايزه تكافئه. وبيقول لها لا انا مش محتاج حاجه ومش عايز مكافاه. فبتقول له لا انا ابويا عايز يقابلك. ولما بيقول لها لا انا مش هقابله فبتقعد لين تبكي، فبتصعب على نور جدا. فبيقول لها انت بتبكي ليه؟ لازم اقابل ابوك يعني؟ فبيضطر يوافق على طلبها، وبيوصل فعلا القصر اللي هو تبعهم، وبيبتدي يتمشى وبيقول ايه القصر العملاق ده، انا عمري ما شفت حاجه زي كده في حياتي. وبتبتدي تاخدهم انيس لمكتب ابوها، وبيقابلوا في طريقهم واحد اسمه جilbert، وجilbert بيقعد يتنمر على نور حبتين، ونور برضه مش بيسيبه في حاله. ونور بيقول جواه القصر ده ملغم من الناس الجامده قوي. وريم بيتكلم مع ابوه على مدينه ديدرياس، وبيقول المدينه دي عايزه مننا ايه يا ابويا؟ والحاكم اللي هو ابوه بيقول له المدينه طلبت مني ان اضم الجيش بتاعي مع جيشهم، ولكن انا رفضت لانهم كده بيستغلوني. ونور فعلا بيدخل للحاكم وبيعتذر له عن لبسه وانه مش حافظ اي كلام يقوله في مكان زي كده، وبيقول له انا مش هعرف اقول كلمتين على بعض ويمكن كمان اتلخبط في الكلام، فممكن تعذرني على كل ده. فالحاكم بيقول له انا مش محتاج اي حاجه من ده كله، انا محتاج بس اشكرك ان انت انقذت بنتي، وهعرض عليك جايزه كبيره وهي قطعه ارض كبيره جدا، اي قطعه ارض انت عايزها. ونور بيقول له انا مش عايز اي حاجه من ده كله. فالحاكم بيقول له ايه رايك نسيبك من قطعه الارض وفي حاجه تانية؟ زي ما انت عارف ان بلدنا اكتر بلد عندها الماس في العالم، ولان البلد دي مليانه كل ده ذهب وياقوت والماس هنديك حته منه. ونور بيرفض ده كله وبيقول له انا مش مهتم بالكنوز دي. وابوها بيقول له مفيش فايده يعني، فبيقدم له سيف عملاق، سيف عظيم جدا
جدا، ونور ما بيكونش قادر يشيله اصلا، وبيقبل الهديه المره دي وبيقول انا اصلا مش عارف اشيله، وبيقول نور انا هستخدمه في حاجات كتيره قوي في بالي. والحاكم بيطلب من نور طلب واحد بس، ان هو يدرب لين بنته، ونور بيقول السيف ده هيساعدني في حاجات كتيره قوي. وهو ماشي بيلاقي الحارس جilbert وانيس جايين، وانيس بتطلب من نور بتقول له انه يسامحها على المعامله اللي عملته بيها، وبيفهم انها مش خدامه وانها نائبه القائد، ودي حاجه كبيره جدا عندهم، وان انيس هي الدرع اللي بيحمي لين وحياتها، وبتقول له انا موجوده هنا لو احتجتني هتلاقيني في اي وقت. واما جilbert بيلاقي نور بيقول له ايه ده انت خلصت كلامك مع انيس؟ ده انا مستنيك يا باشا. وبيقول له انا هاخدك لاوضه السيافه علشان نتعارك انا وانت. ونور بيختار سيف عادي جدا وبيبارزه، وبيقول انا شايف يا جilbert ان انت بطيء جدا، وبيقول له ايه رايك ان انت ما تتساهلش معايا وتبارزني عادي يعني. وجilbert بيقول شكلي استهونت بيه، وبيبتدي ان هو يعلي من قدرته، ونور فعلا بيلاقيه اسرع وبيقول جilbert ده عظيم جدا. وجilbert بيلاقي نور ثابت مكانه ولا بيتحرك، وبنعرف ان جilbert كان لعيب من يومه وبيغلب اي حد يواجهه يعني برنس. وبيفتكر جilbert ايام ما كان في عز قوته محدش بيقف قدامه، حتى اقوى الوحوش غلبهم. وبيجي معلمه بيقول له انت مكتئب ليه كده؟ وبيقول انا حاربته بس علشان اعرف هو اللي غلب ثور ولا لا، وطلع جامد جدا. وبيستغرب من بعد ما نور مشي ان تحت رجليه متكسر من قوته في الهروب. ونور وهو ماشي واخد سيفه ومروح، وبيقول انا رغم اللي حصل ده كله مع جilbert انا ضعيف جدا ومحتاج اتدرب اكتر. وابتدى ياخد السيف الجامد يشيل كل البقايا من المجرى المائي، وكل تفكيره عن السيف ده بيروح لحتت غريبه، ان هو لو قعد مع حبيبته في مركب يقعد يجدف بيه، او مش بس كده لا ممكن يشتغل بيه فطاطري، او كمان يشوي بيه فراخ. وبيقول يا ترى هيستحمل النار ولا لا. نور ده غريب جدا، وبيلاقي لين فجاه عنده وبتكون جايه تطلب منه انه يدربها ويعلمها كل حاجه، ولكن نور بيكون متواضع جدا وبيرفض، ويقول لها انت عايزه مني ايه؟ ما تسيبيني في حالي. وبتقول له لين انا عايزه ابقى معاك واتعلم منك اي حاجه واكون مساعدتك، صدقني اي حاجه هتطلبها مني مش هرفضها. وبيرفض نور برده، وبتقول له بص يا نور انا هعمل لك اي حاجه عشان توافق، بص انا بعرف استخدم الجليد والنار والسكاكين، مش بس كده انا هوريك ان انا اقدر افلق لك الشجره دي نصين. وبتعملها فعلا، وبيقول نور جواه انا محتاجه اتعلم منها مش هي اللي تتعلم مني. وبيقول لها امشي يا ست الكل من هنا انا ما عنديش حاجه اعلمها لك اصلا. وبتحاول تتوسل اليه ولكنه ما بيوافقش، وبترجع بيتها متضايقه، وبتروح لهوكين اللي كان بيقول لها ان مستواك اتطور خالص في ان انت تستخدمي النور البسيط ده وتقدري تكبريه. وبتفتكر قد ايه نور كان متواضع ولازم تروح له وتحاول معاه تاني. وبتروح لنور فعلا بعد ما بيخلص شغله، وبتقول انا عايزه اتدرب تحت ايدك لان انا في يوم من الايام هبقى حاكمه البلد دي كلها واقف جنب اخويا رين. وبكده يا اصحابي تكون خلصت حدوته النهارده، اشوفكم على خير المره اللي جايه.